القصة دي حصلت في مدينة هادية في شمال أوروبا. صاحبة القصة بتقول: أنا وصاحبتي كنا لسه عندنا 20 سنة، وقررنا نبدأ حياتنا سوا في بيت كنا شايفينه بيت أحلامنا. خدنا معانا قطتنا بيلا اللي كنا أنقذناها من الشارع، وكنا فاكرين إن أخيرا الدنيا ابتدت تضحك لنا. البيت كان هادي، بس اللي على يمنا كان بيت مهجور. شكله كان باين عليه انهم ابتدوا يرمموه وبعدين وقفوا فجأة. السور اللي بين الجنينتين كان متشال ومحدش رجعه تاني، فبقى فيه فتحة تخلي اي حد يعدي من حديقة للتانية بسهولة جدا. ورا البيت المهجور ده كان فيه بيت تاني ساكن فيه شوية شباب، كنا بنشوفهم ساعات بيعدوا من الجنينة اللي ورا البيت المهجور ويطلعوا على الشارع، فافتكرنا ان عندهم اذن وما اخدناش الموضوع بجد. اول ليلة لينا في البيت واحنا بنحضر نفسنا كده علشان ننام، لاحظت حاجة خلت قلبي يقع من مكانه. كان في راجل واقف في ضلمة في البيت اللي ورانا، واقف عند الشباك بيبص علينا من غير ما يتحرك ولا يرمش حتى. فضل كده حوالي نص ساعة، ولا بيعمل صوت ولا بيتحرك ولا حتى لف وشه. قعدت اقنع نفسي ان ممكن يكون ده مجرد ساكن هناك، بس الاحساس ما كانش طبيعي. تاني يوم وتالت يوم ابتدى الموضوع ياخد شكل تاني. فجأة لقينا 3 رجالة دخلوا الجنينة بتاعتنا من غير ما يستأذنوا، قربوا مننا وابتدوا يعرضوا علينا حاجات نشتريها. الحاجات شكلها كان مسروق، وطريقتهم في الكلام كانت مستفزة جدا ومخيفة. كانوا بيتكلموا كأنهم متأكدين اننا مش هنعمل حاجة. وقتها حسينا ان هم شايفيننا فريسة. بعدها فهمنا انهم كانوا بيدخلوا البيت المهجور عن طريق رفع السور اللي كان ما بين الجنينتين، ويعدوا من الجنينة اللي جنبنا. يعني الطريق كان مفتوح قدامهم. قررنا نكلم الشرطة. جم لفوا في المكان وبصوا على البيت المهجور ومشيوا من غير ما يقولوا اي حاجة. وبعدها بيومين قالوا لنا ان الرجالة دول اتطردوا من المكان اللي كانوا عايشين فيه على انهم كانوا بيضايقوا الجيران. ارتحنا شوية، بس الهدوء كان هدوء ما قبل العاصفة. في ليلة من الليالي سمعنا حد بيحاول يفتح باب البيت. المقبض كان بيتحرك، وقفنا مكاننا من الخوف مش قادرين نطلع صوت. بعدها بدقايق سمعنا خبط جامد جدا على شبابيك البيت المهجور، وكأن حد بيطلع غضبه فيها. وفي ليلة تانية كانت الساعة 2:15 كده الفجر، سمعنا صوت صفير غريب وخبط خفيف كده على شباك أوضة النوم. صوت مقصود مش صدفة. تاني يوم الصبح اكتشفنا ان جرس الباب متشال، وكارت الميموري بتاع الكاميرات مسروق. يعني حد كان عارف احنا عاملين ايه، وقرر يخلينا عمي مش شايفين اي حاجة. كلمنا الشرطة تاني، قالولنا بس نقفل الابواب والشبابيك كويس. وبعد كام يوم شفنا حاجة عمرنا ما هننساها. راجل ملثم واقف في الجنينة فاتح دراعاته زي الصليب، واقف قدام شباك أوضة نومنا بيبص من غير ما يرمش. فضل كده نص ساعة، ولا حركة ولا صوت. وبعدها عدى الشارع ووقف قصاد البيت ساكت ما بيتكلمش. بلغنا الشرطة، ردهم كان بارد جدا: التحديق مش جريمة. ومع ذلك الترهيب موقفش. وفي ليلة تانية 2 ملثمين وقفوا برا البيت، سلطوا كشافات قوية جدا على شبابيكنا. واحد فيهم كان شايل عجلة حديد. واحد قرب من الشباك وفضل يزعق كأنه بيقول احنا هنا ومش خايفين. ساعتها فهمنا ان البيت ده ما بقاش امان. بقينا ننام والنور مفتوح، وبيلا القطة
ما بقتش تهدى ولا تنام. الخوف كان مصاحبنا، وأسوأ حاجة إننا كنا حاسين إن محدش هيجي ينقذنا.